ليه كل مرة أبدأ وأرجع؟ السلام عليكم، معكم داليا السيد، هوليستيك هيلث والبينج كوتش، ودي دقيقة مع داليا. عيشيها صح دقيقة بدقيقة. خلينا أسألك سؤال، ايه أكتر كذبة بنقولها لنفسنا كل مرة نفشل؟ أنا ما عنديش إرادة. لكن خلينا أقولك مفاجأة، المخ البشري بيقاوم التغيير الكبير حتى لو التغيير ده مفيد ليكي. يعني لما تقولي لنفسك من بكرة همنع السكر، همشي ساعة، هنام بدري، هغير حياتي كلها مرة واحدة. المشكلة مش في انك ضعيفة او ارادتك ضعيفة، المشكلة انك طلبتي من مخك يغير حياته كلها في يوم واحد، وده بيخليه يستهلك طاقة كبيرة، فيبدأ يدور على الطريق الأسهل ويرجعك لعاداتك القديمة. عشان كده الناس اللي بتنجح مش هي اللي عندها إرادة أكتر أو إرادتها أقوى، هي اللي الناس اللي بتنجح هي اللي بدأت بخطوة صغيرة. بدل ما تقولي همشي ساعة، ابدأي ب5 دقايق. بدل ما تمنعي كل الحلويات اللي بتحبيها، ابدأي بتقليل الكمية واحدة واحدة. بدل ما تغيري حياتك كلها، غيري عادة واحدة. لأن التغيير الحقيقي مش بيبدأ بخطة مثالية، بيبدأ بخطوة صغيرة تقدري تكرريها كل يوم. وتحدي الدقيقة أو تحدي اليوم النهاردة، عايزاكي النهاردة تكتبي عادة واحدة بس صغيرة جدا تقدري تعمليها كل يوم لمدة دقيقة، واكتبيها في التعليقات أو ابعتيلي على جروب الواتس. خلينا نبدأ مع بعض بخطوة صغيرة لكن مستمرة. وأنا بوعدك في كل حلقة من دقيقة مع داليا هناخد فكرة واحدة، لكن ممكن تكون سبب إنها تغير طريقة تفكيرك وتقربك من النسخة اللي نفسك توصلي لها. وافتكري مش لازم تعملي كل حاجة النهاردة، المهم تعملي حاجة واحدة وتكمليها بكرة. أنا داليا السيد، أشوفك في دقيقة جديدة مع داليا.